عمرك كده قعدت مع حد وقعد يتكلم معاك مع إنه باصص لك في عينيه بس تحس إنه أنت مش مرتاح له؟ طب عمرك قعدت مع حد وحكالك حكاية ومهما اتكلم تحس إنك مش مرتاح؟ في حاجة غلط، أنا الواد ده مش مرتاح له. أنا من أول ما شفته قلت الواد ده مش مظبوط. الكلام ده أنت بتحسه ليه؟ الموضوع ده حسمته الكاتبة ليليان جلاس لما اتكلمت فيه في كتاب لغة الجسد للكذابين The Body Language of Liars. الكاتبة ده قالت لك إيه؟ قالت لك إنه في ناس كذابين وإن الكذب ده أحياناً ما بيكونش حاجة وحشة. فأنت هتقولي طبعاً يعني إيه مش حاجة وحشة؟ أنت مجنونة، ده كذب. الكذب معروف، الكذب الأبيض والكذب الأسود شبه بعض، إحنا فاهمين. أيوة بس أنا هقول لك نسمعها الأول وبعدين نعترض. هعترض معاك بس نسمعها، نسمع هي قالت إيه. بص، هي قالت إن الكذب مش دايماً بيكون نيته وحشة. يعني أوقات كده لما بتيجي تكذب بيبقى الموضوع ليه أثر نفسي جواك. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه أحياناً الواحد بيكذب عشان محرج، هو مكسوف منك، أو إنه عشان مضغوط نفسياً من موقف معين ومتوتر فمش قادر حد يوتره أكتر من كده فيكذب. أو إنه واحد تاني يبقى خايف تزعل، هو قلقان تزعل، أو خايف من العواقب، هو حاسس إنه الكذب ده هيكون وراه عواقب فمش قادر دلوقتي يخش في العواقب دي. فهنا ممكن يبقى الشخص الكذب كله وحش بس الشخص نفسه ما كانش وحش قوي، ما كانتش نيته وحشة. يعني في واحد مثلا يقولك أنا تمام كويس وهو مش كويس، هو مش قصده يضحك عليك، هنا هو قصده إنه هو أنا تمام، عادي عدي الموقف، نحاول نعديها. وإشارات الكذب هنا مش بس إن هو يلعب في مناخيره أو يبص بعيد أو إن هو حتى ما يبصلكش في عينيك أو إن هو تفضل عينه رايحة جاية، لا، أحياناً عشان تقدر إنك تقول الشخص ده كذاب ولا مش كذاب لازم يتوفر عنده 3 أو 4 نقط على الأقل، زي إن هو نفسه مش مظبوط وإن هو كمان بيعرق كتير ووشه بيحمر ومش بيبصلك في عينيك وبيبص بعيد وبيلعب في مناخيرك، كل ده مع بعض بيرش مناخيره، بيرش مناخيره، كل ده مع بعض. وأوقات أصلاً بيبقى الواحد أصلاً في الموقف خايف من حاجة تانية خالص أو مشتت، فهنا أحياناً بتبقى الإشارات خادعة فناخد بالنا، مش لازم يكون كذاب. يعني الأطفال بقى اللي بيكذبوا هم بيبدأوا يكذبوا بدري جداً يا جماعة، وده بيتطور مع الفئة العمرية بتاعتهم. والكذب هنا بيكون مع الأطفال مش عشان هم يكذبوا، هم بيحاولوا يكتشفوا اللعبة ماشية ازاي، لأنه أحياناً بيفتكروا إن هم هيتكافئوا أكتر لما ما يقولوش الحقيقة كاملة، بس أنت هتفاجئهم لو قلت لهم أو حتى حسستهم أو حتى وريتهم ده بعينيهم إنه اللي بيخليك تتكافئ مش الكذب، حاجة تانية. وده طبيعي جدا في الفئة العمرية بتاعتهم، سواء من أول ما كانوا صغيرين لحد ما بيكبروا هم بيحاولوا يكتشفوا الكذبات، زي إنه ده فلان شنكلني، ده فلان وقعني. فهنا لازم تفهم ابنك الفرق بين الحقيقة وبين الكذب عشان يبدأ يحس إن دي مش لعبة ينفع نستخدمها ولا حتى نبقى عندنا فضول فيها. الكذب كذب. في ناس بقى شاطرة وذكية وبتعرف تشتتك فيعرف يستخدم لغة الجسد ضدك، بمعنى واحد تاني عارف إنك هتعرف لغة جسده فوهو بيقول الحقيقة يبص بعيد ويبقى عارف إنك قدام هتكتشف إن دي الحقيقة، فبعد كده لما يبص بعيد تصدقه. هنا بقى الكاتبة قالت لك عشان تعرف الناس دي كويس لازم تدرس إشارات جسمها كويس جدا، وما يبقاش إشارة واحدة بس اللي بتدل إذا كان صادق ولا كذاب، لازم تعرف كذا إشارة وتربطهم ببعض، لأن هو لو نجح يشتتك بحاجة مش هيعرف يشتتك بالتانية، لازم كله يجتمع مع بعض. خليك ناصح، خليش حد يشتتك. اللي أنا بقى عايزة أفهمه لكم إن إحنا مش محتاجين دراسة لغة الجسد عشان نعرف مين كذاب ومين مش كذاب، إحنا محتاجين نبقى مطمئنين عن كده في حياتنا ونحاول نعذر الناس. يعني اللي كذب كذب وإحنا المسامح كريم، وإحنا كده كده مش داخلين سباق مع بعض، إحنا بس هنحاول دايماً نعيش مطمئنين مع بعض وعلاقاتنا تبقى قريبة ببعض. فلو عايز تقرب من الناس ما تدرسش لغة جسد، انت حاول انك تكون انت شخص عطوف بطبعك وتحاول انك تعذر الناس اللي حواليك، لانه مش دايما الناس بتعرف تقولك الحقيقة او تقولك الواقع اللي حواليهم. اوقات كده الناس لما بتيجي تكذب ما بيبقاش كذبها ده ليه مبرر، بيبقى كذبه ده عشان مش عايز يقول حاجات حواليه
ما ينفعش يحكيها، أو مش هينفع نقولها، أو ده مش وقتها، أو ده مش هينفع. فإحنا نحاول نعذر بعض، نحاول نفهم بعض. مش لازم ندرس الدراسة بتاعت لغة الجسد دي عشان انت تحاول تدرسها، فانت هتحاول تدرسها عشان تشتغل بيها، تكون دكتور فتحاول تفهم المريض بتاعك هو امتى بيحور. لكن انت كشخص عادي ليه عايز تدرس لغة جسد؟ اعرف بس الفرق بين الحقيقة والكذب، واعرف كويس قوي انك لو حاولت انك تزرع في نفسك والناس اللي حواليك والناس القريبة منك الحقيقة وتحاول تطمنهم ليك، ما عندهمش سبب يخليهم يكذبوا عليك ولا يخليهم يحوروا عليك. حاول تعمل ده معاك ومع الناس التانية. اللي أنا بقوله لك ده مش مبرر للكذب، الكذب ملوش مبرر، مفيش حاجة تبرر الغلط. إحنا بس بنتعلم نعذر بعض ونفهم الظروف اللي حوالينا اللي بتضغطنا كلنا، ونفهم كويس قوي إنه مش مرة واحدة بس تكذب عليا هي دي اللي تخليني أحكم عليك. يمكن انت بتحبني وانا معرفش. لغة الجسد ما اتعملتش عشان نشك في الناس، لغة الجسد اتعملت عشان نفهم بس الأحداث اللي بتدور حوالينا. فنحاول يا جماعة نعذر بعض على قد ما نقدر عشان ما نخسرش بعض. وبس كده، هتعملي لايك وشير وكتير.